السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله النهاردة كده مع بعض هنعمل الجبنة البيضة وهنعمل الجبنة الكيري، والطريقة من قلب المصنع نفسه. صاحبتي جوزها بيشتغل في مصنع جبنة، جبت لكم منها الطريقة زي ما بيعملها في المصنع بالظبط. ما شاء الله حلوة قوي قوي فوق ما تتخيلوا، وناجحة مليون المية. أول حاجة بجيب حلة بالشكل ده وبحط عليها شاشة وبنبدأ نصفي الحليب بتاعنا عشان ما يكونش فيه أي شوائب، والمرحلة دي مهمة جدا جدا. ما ينفعش طبعا نستغنى عن المرحلة دي خالص عشان الجبنه بتاعتك تطلع بيضه زي اللي بتشتريها من المحلات بالظبط. انا النهارده هعمل معاكم 15 كيلو لان انا باذن الله هخزنها كده رمضان. فبصفي الحليب كله بالشكل ده. دي كميه الحليب بتاعتي، هرفعها دلوقتي كده معايا على النار. هي ملت معايا الحلتين اللي انتوا شايفينهم دول. اهم حاجه توصل لمرحله الغليان، وبعد ما توصل لمرحله الغليان بنبدا نخليها تبرد لحد ما توصل لدرجه حراره 45. معاكي كده من 40 ل 45. طب لو انا ما عنديش ترمومتر هتعملي ايه؟ تكون فتره زي دمع العين، يعني تحطي ايديكي كده في الحليب، ايديكي تتحملها كده. تمام، الحليب بتاعي مظبوط جدا جدا ووصل لدرجه حراره 43 وكده مظبوط قوي. في المرحله دي هنبدا نجهز بقى كميه الملح، واقول لكم هنستخدم كميه ملح قد ايه بالظبط لكميه الحليب دي. اولا معايا الميزان بالشكل ده، هبدا كده احط عليه طبق وهوزن بقى كميه الملح. انا هستخدم النهارده 450 جرام من الملح. كل كيلو من الجبنه او كل كيلو من الحليب بحط له 30 جرام ملح. 30 جرام للكيلو بيطلعوا الجبنه معاكي ملح خفيف. لكن لو انت عايزه الجبنه براميلي او جبنه حادقه معاكي من 40 ل 50 جرام. دي حاجه بقى ترجع عليكي على حسب ما انت ايه ما انت عايزه. انا عامله كده ايه المتوسط. هبدا دلوقتي اضيف كده على الملح كوبايه من الحليب او كوبايتين من الحليب عشان ادوب فيهم الملح كويس قوي قبل ما اضيفهم على الحليب كله. فانا بقلب الاول كده في طبق الحليب مع الملح، وبعد كده هبدا ازود الملح ايه على الحليب بتاعي. بما اني حاطه الكميه على حلتين فهقسم بقى الملح دلوقتي كده على حلتين. واهم حاجه تقلبي كويس قوي بحيث تتاكدي ان الملح ده معاكي تماما. وزي ما انتم شايفين كده انا ما حطيتش الملح غير لما الحليب وصل لدرجه حراره 45، اللي هي زي ما قلت لكم تكون فتره زي دمع العين. اهم مرحله بقى وهي المنفحه. المنفحه اللي انا مستخدماها دي اللي هي البودر. طبعا في منفحه سايله، كل كيلو من الحليب بالنسبه للمنفحه السايله بتحطي معلقتين من المنفحه السايله. لكن المنفحه دي قويه جدا جدا وبتتباع عند محلات الالبان. هناخد منها نص معلقه على 15 كيلو حليب. نص معلقه في فنجان ميه زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله مركزه وقويه جدا جدا. وهجيب دلوقتي حله هحط كده فيها المنفعه بالشكل ده وانزل عليها بكميه الحليب. الطريقه دي يا جماعه انا جبتها من صاحب المصنع نفسه، سالته على الطريقه وعايزه اقول لكم يعني ما شاء الله ما تاخرش عني خالص. وقال لي اهم حاجه ان المنفعه تحطيها كده في الحله وتنزلي عليها بالحليب. وزي ما شفتوا كده معايا قلبت تقليبه واحده بس وغطيتها بالغطا ساعه بالظبط، وكانت بالجمال اللي انتم شايفينه ده. تماسكت معايا وزي الفل. زي ما قلت لكم المنفعه دي قويه جدا، ما بتاخدش وقت خالص، يعني مجرد كده ما شاء الله ما بتحطي كده عليها الحليب بتجمد على طول. الطريقه بالظبط زي ما الراجل ما قال لي. ما شاء الله يعني ربنا يبارك له. وعايزه اقول لكم طلعت معايا ناجحه ما شاء الله حلوه قوي قوي. يعني انا شفت طرق كتيره جدا وجربت طرق كتيره قوي، كانت الصراحه ما بتنفعش معايا، لكن الطريقه دي طلعت معايا ناجحه من اول مره. وده كده شكل الجبنه بتاعتنا، شايفين الله اكبر عامله ازاي؟ حلوه قوي قوي. ده الصندوق بقى اللي انا هصفي فيه الجبنه. طبعا انا عامله كميه كبيره زي ما قلت لكم عشان هخزنها رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين. لكن انت لو هتعملي كميه قليله مثلا كيلو او 2 كيلو هتحتاجي المصفى العاديه المتاحه في كل بيت. مصفى بلاستيك، مصفى ستانلس، مفيش مشكله خالص. لو انتوا عايزين تعملوا كميه كبيره او عايزين تعملوه مشروع ليكم هتعملوا الصندوق ده. الصندوق ده كده وروه للنجار. اي نجار خدوا سكرين ليه وهيقدر يعمله لكم. وده الغطا او المكبس ليه، وعامله عليه كده مقبض زي ما انتم شايفين كده بحيث لما اكبس الجبنه اقدر اطلعه عادي جدا. شايفين سهل قوي قوي. وكمان سعره مش غالي، يعني انت لو عايزه تعمليه بس خديه سكرين ووريه للنجار ويعملوه لك سهل جدا جدا. كده خلاص ده الصندوق بتاعي. انا حبيت اشرح لكم بس هو معمول ازاي واوريكم شكله بحيث لو حابين تاخدوا سكرين ليه. هنجيب شاشه معانا بالشكل ده ونحطها كده معانا في الصندوق. اهم حاجه الاول هنحط كده صينيه وفوقيها حله، وهبدا احط عليها الصندوق زي ما انتم شايفين كده وعليه الشاشه. ونبدا بقى نحط ايه الجبنه بتاعتنا. شايفين قوامها الله اكبر عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم الكميه دي ما شاء الله كبيره. ملت معايا الصندوق ده واتبقى معايا كميه تانية حطيتها كده معايا في مصفى بلاستيك تصفي براحتها عشان اعمل منها الجبنه الكيري اللي شفتوها معايا في البدايه. فانا حبيت ايه اللي هكبسها خلاص. طبعا بعد الكبس مش عايزه ايه اشيل منها اي حاجه او اعمل منها جبنه. طبعا دي هخزنها. وخليت جزء كده على جنب عشان ايه اعمل منها الجبنه الكيري. بصفيها زي ما انتم شايفين كده. قبل ما نكبس لازم نتاكد ان احنا صفينا اكبر كميه ايه من الميه او من الشرش. وطبعا الميه اللي بتنزل او الشرش ده انا بحتفظ بيه كده في برطمان عندي في التلاجة
عشان طبعا هنحتاجه في الاخر. اهم حاجه بقى قبل ما نكبس لازم نقلب كده الرايب بتاعنا مره واتنين وتلاته لحد ما نتاكد انه صفى اكبر كميه من الميه قبل ما نكبس كويس. تمام، يعني من وقت للتاني كده ببدا اقلبه كده بالمعلقه زي ما شفتوا كده معايا لحد ما اتاكد ان صفى ميته. وبحط كده الايه الغطا بتاعنا زي ما شفتوا كده معايا اللي هو غطا الصندوق، وعليه حله بالشكل ده، وكنت حاطه حله كمان حاططها فوقيها، بس طبعا عشان التصوير ما جابتش المساحه دي. هنشيل بقى الحله بتاعتنا بعد مرور 12 ساعه بالظبط، وهنشيل الغطا اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام قوي، الجبنه اتكبست معايا وزي الفل. هتشوفوا دلوقتي شكلها معايا عامل ازاي. ما شاء الله حلوه قوي قوي. الكميه الله اكبر كبيره. طبعا زي ما قلت لكم انا حبيت اعمل كميه كبيره عشان افرزها لرمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا في رمضان مش هقعد كل يوم ان انا اروب حليب واعمل جبنه وكده. تمام، فبخزنها بقى واشيلها كده في التلاجة. ما شاء الله مفيش احلى ولا اجمل من كده. شايفين الجمال الله اكبر، بجد تحفه. هتجربوها وتعجبكم قوي قوي. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا، طبعا الصينيه دي على مقاس الصندوق، وهقلب دلوقتي عليها الجبنه واوريكم دلوقتي شكلها عامل ازاي، وهنقطعها دلوقتي مع بعض. بجد تحفه، جبنه بخيرها، طعمها حلو قوي قوي. كفايه ان انت عامله الحاجه بايديكي ونظيفه وحلوه جدا جدا. ما شاء الله يعني. هنبدا نقلبها معانا بالشكل ده. اهم حاجه بقى لو وصلتوا للمرحله دي ونسيتوا تحطوا لايك، ادعمونا كده بلايك حلو منكم عشان الوصفه بتاعتنا توصل لكل الناس. اكون شاكره ليكم قوي قوي. كده خلاص قلبت الجبنه بتاعتي وشلت الشاشه من عليها، وهبدا دلوقتي اقطعها. طبعا حجم القطعه ده يرجع ليكي براحتك خالص، قطعيها بقى طبعا زي ما تحبي. هقطعها كده مربعات، وهبدا دلوقتي اجهز برضو اكياس تلاجة. بقصها كده بالمقص، الكيس بقسمه كده على 4، وبحط كل قطعه في كيس عشان نحتفظ بيها في البرطمان بتاعنا، او في في الجردل على حسب المتوفر عندك، او لو علبه تلاجة براحتك خالص. طبعا مش شرط خالص انتوا تعملوا كميه كبيره، تقدروا تعملوا مثلا 2 كيلو على قدكم براحتكم خالص، بس زي ما قلت لكم انا عشان هخزنها. شايفين ما شاء الله الجبنه عامله ازاي؟ الله اكبر، تحفه، مش محتاجه اي كلام تاني. ودي الاكياس اللي انا قلت لكم عليها. نبدا بقى دلوقتي نغلف الجبنه بتاعتنا بالشكل اللي هتشوفوه معايا ده. بحط قطعه الجبنه وبقفل عليها زي ما انتم شايفين كده لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. الطريقه سهله جدا جدا، مش هتاخد معاكم وقت خالص. الجبنه بالمنفعه طريقتها سهله وبسيطه، وما بتقعديش بقى تروبي لا يومين ولا اي حاجه، ما بتاخدش معاك اي وقت ما شاء الله. كده خلاص انا خلص الكميه بتاعتي كلها عشان بس ما اطولش عليكم واوريكم الكميه كلها. دي كده الكميه بتاعتنا ما شاء الله. شايفين الجمال الله اكبر. وده الجردل اللي انا احط فيه الجبنه. ببدا بقى احط فيه الجبنه بالشكل ده، هرصها كلها. هي خدت معايا الجردل الكبير ده وجردل كمان تاني صغير، واحط عليها الشرش اللي نزل منها. بما ان الجو شتاء فانا مش بغلي الشرش ولا اي حاجه، لكن لو في الصيف بنغلي الشرش الاول ونستناه لما يبرد تماما، وبعد كده بنحط عليها الجبنه. دي الكميه التانيه اللي انا قلت لكم عليها، حطيتها في الجردل الصغير ده، وهبدا برضه احط عليها الشرش وكده تمام قوي. واختياري بقى هضيف دلوقتي كده ليها فلفل حامي، وده طبعا يرجع ليكي على حسب ما بتحبي. عايزه تضيفيه تمام ماشي، عايزه تستغني عنه براحتك خالص. ده الفلفل بتاعي زي ما انتم شايفين كده، جبت فلفل احمر واخضر ما شاء الله حلو قوي قوي. وهنقفل بقى على البرطمانات بتاعتنا ونشيلها معانا في التلاجة. ما شاء الله مفيش احلى من كده. ودي الكميه التانيه اللي انا قلت لكم عليها، حطيتها كده في مصفى صغيره عشان اعمل منها الجبنه الكيري. بصراحه طعمها كان رهيب، حلوه قوي قوي. هضيف دلوقتي كده عليها نص كوبايه من الحليب، وهضربها كده معايا في الخلاط، وانزل عليها كده بزيت سرسوب. وكميه الزيت هنا على حسب القوام كده ما يظبط معاكي. فانت هتاخديها كده بالنظر وتشوفي كده القوام. اول ما يظبط معاكي هتوقفي انك تحطي زيت. انا استخدمت حوالي كده نص كوبايه من الزيت ونص كوبايه من الحليب، وكانت بالجمال والحلاوه اللي شايفينها دي. بصراحه والله العظيم احلى من اللي بنجيبها من بره مليون مره. طعمها حلو قوي قوي. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم جوزي والله هو بياكلها بيقول لي انا حاسس ان انا باكل زبده مش باكل جبنه. ما شاء الله تحفه جدا. والكميه ما شاء الله حلوه قوي قوي. العلبه دي بتاخد نص كيلو من الجبنه الكريمي ما شاء الله يعني. فانا عملت كده حوالي كيلو الا ربع. شايفين جمالها والقوام بتاعها عامل ازاي؟ وكمان لسه ما دخلتش التلاجة. كمان لما قعدت لتاني يوم كانت عامله زي الزبده ما شاء الله تحفه. بالنسبه للمكان اللي بيبيع المنفعه، لان نسيت اقول على النقطه دي من البدايه، هحط لكم باذن الله العنوان بتاعهم في تعليق مثبت، وهحط لكم برده في صندوق الوصف. بكده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى فعلا يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومه واحده. يا ريت طبعا لو عجبكم تدعموه كده باللايك والشير عشان الوصفه بتاعتنا توصل لكل الناس. اكون شاكره لكم جدا جدا، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده.